يا مساء الخير على احلى متابعين لقناتي فرن الابداع. ما ينفعش العيد يجي علينا من غير ما نعمل احلى صينيه رقاق. يلا بينا على طول ونشتغل مع بعض المقادير. اول حاجه حطيت طاسه على النار او حله او اي حاجه، بتحط فيها معلقه من الزيت او معلقتين، وبنزل عليها بنص كميه اللحمه المفرومه دي، نص كيلو. انت حطي الكميه اللي انت عايزاها. اول ما بتبدا تغير لون بنزل عليها ببصلايه متوسطه، يعني انت برضو حسب الكميه اللي انت هتحطيها. نص كيلو ليه بصلايه متوسطه. هنزل عليها على طول بمعلقه مش مليانه قوي من الملح، معلقه بتاعه الشاي، ونص معلقه من الكزبره، ونص معلقه من الفلفل الاسمر بالطريقه دي. وهبدا اقلبهم لغايه لما يتشرب كل السوائل اللي فيها. تاني خطوة معايا، انا جبت صينية ودهنتها من السمنة، ويا سلام لو سمنة بلدي بتطلع الحاجة زي العسل. بدهنها بالمنظر ده، وهجيب الرقاق اللي عندي، اي نوع بقى رقاق زي ما انت تحبي، وهبدأ ان انا اسقيها بالشوربة، وبتكون شوربة لحمة عشان تطلع زي العسل. وهسقي كل الورقة يمين وشمال بالمنظر ده. طبعا لو عندك حاجة اكبر يكون احسن. انا دلوقتي بحطها في الصينية عندي، ببدأ ارص راق، وبين كل راق وراق انا بدهن بفرشة كده بسيطة من السمنة بالمنظر ده. ما تكترش عشان ما تبقاش تقيلة معاكم. هحط 5 رقات من تحت و4 رقات من فوق، انت براحتك السماكة اللي انت عايزاها، بس انا ده بالنسبة لي السمك التمام. بعد 5 رقات من تحت هبدأ ان انا احط نص كيلو اللحمة اللي انا عصقته معاكم بالمنظر ده، وهبدأ افرده في الصينية كلها، وتوزعي بشكل متساوي عشان يبقى كله فيه لحمه. هبدا دلوقتي ان انا احط ال4 رقات اللي من فوق، برضو نفس الفكره، سقيتها بالشوربه وحطيت الراق زي ما انتم شايفينه، ودهنته دهنه من السمنه اللي معايا. هبدا اعمل كل المكونات بالطريقه دي لغايه لما اخلص ال4 طبقات اللي انا قلت لكم عليهم، وهبدا اقطعها بالسكينه. وانا اساسا حاطه يعني مولعه الفرن من تحت ومشغله عليها المروحه. هدخلها الفرن قدامكم، وعلى اخر 10 دقايق هشغل الشوايه تتحمر الوش. ده بعد ما طلعتها من الفرن زي ما انتم شايفينها، بسم الله ما شاء الله، حاجه تفرح. ريحتها حلوه قوي وطعمها حلو قوي، مميزه جدا. هستنى تجربوها. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.